عايزه بقى اعمل سوسته للشنطه دي. بعملها ازاي؟ بعمل كالاتي: بجيب فتله واجي قايسه المسافه بتاعه الشنطه من جوه كده، بفتح الشنطه كده واجي جايبه فتله وبقيس المسافه دي كده. بس انا بطول شويه. السوسته ده انا اللي بتحكم فيه. عايزه مثلا عرضه 6 سنتي تقفل الشنطه كده مثلا، عايزه عرضه 8 سنتي، عايزه عرضه، يعني العرض بتاع السوسته انا اللي بعمله. انا في الغالب بعمل 3 فتلات كده جنب بعض من كل اتجاه، يعني بقص 3 فتلات كده بالشكل ده كده، وبخيطهم. هخيطهم كده معاكم، وبقص 3 فتلات زيهم، بس الجنب التاني بقى ده بيبقى السوسته، يعني السوسته في النص ما بينهم هما الاتنين. بخيط كده 3 فتلات زي ما قلت لكم للطول، اطول من فتحه الشنطه بشويه عشان ابقى انا ايه يعني واخده معايا براح شويه وانا بخيط. تلات فتلات اهو. طيب التلات فتلات دول للسوسته عرضهم قد ايه؟ عرض التلات فتلات دول تقريبا 2.5، يعني العرض بتاعي يكون 5. عايزه ازود فتله هزود معاكم فتله كمان اهو. يبقى انا كده قصيت 4 فتلات اطول من الفتحه بتاعه الشنطه عشان اتحكم في السوسته بتاعتي. يعني لو بقى في زياده اقدر اقصه بعد كده، انما لو بقت قصيره مش هعرف اثبتها. ده بالنسبه للسوسته. ال4 فتلات دول عرضهم تقريبا مثلا كده 3 سنتي او 3.5، فالسوسته هتكون عرضها زي 6 سنتي. وهقص برضو 4 فتلات نفس الطول، وهبدا اجيب السوسته وهخيطهم الاول 4 فتلات. يبقى انا كده قصيت 4 فتلات قد بعض مرتين، وباجي جايه في كل جنب واثبت. انا بثبت بالخياطه العاديه، بخلي السوسته طلع بره شويه كده عشان بركب لها قفل من هنا وصدادات عشان هي سوسته بالمتر، وبحول المكنه للخياطه العاديه واسمي كده بسم الله واخيط. واشد السوسته كده وانا بخيط عشان ما تبقاش ما تلمش معايا. خيطت هسيب برضو مسافه قبل ما اقص في السوسته نفسها واقص من بعيد شويه كده. خيطت جنب، خيط برضو الجنب التاني. برضو اسيب مسافة وانا بخيط، اشد السوسته شوية عشان ما تلمش مني. خلاص اجي قصة على مسافة برضو، وبعدين اجيب القطعتين دول كده قصاد بعض واركب السوسته بتاعتي.
انا بجيب سوسته بالقطعه كده، طبعا السوست فيه منها انواع كتير واشكال كتير. باجي جايه كده وعلى الطرف واركب من هنا واركب من هنا واسحب. اهو تمام كده. كده ركبت السوسته بتاعتي. انا بجيب الصدادات دي، وفي اشكال تانية برضو وليها مسامير. اهي كل صدادة ليها مسمار. بصراحة احسن مليون مرة من السوست اللي هي جاهزة. باجي جاية كده وبخلي دول قصاد بعض وبعمل كده وبعمل كده، وعايزة السحهم بالولاعة بلسحهم بالولاعة، دايما بلسحهم بالولاعة. واجي جاية مركبة دي كده بقلبها كده، بخلي الوش ده كده لفوق اهو، واجي حاطه المسمار واضغط عليه بالبنسة اهو، واضغط كده. والجنب التاني برضو عشان السوستة ما تطلعش بره كده، جايبهم قصاد بعض برضو بنفس الطريقة. كل الشراشيب اللي بتبقى دي بلسحب الولاعة، وبحاول ان انا اقفل دول كده بالبنزة كده عشان تدخل في الصدادة اهي. الحتة الزيادة دي باجي مطيراها كده، وبرضو بنفس الطريقة بقفل دول كده، وباجي حاطة دي اهي، وبعدين القفل بتاعها او المسمار بتاعها وبالبنزة واضغط عليه. كل الحاجات دي طبعا موجودة اونلاين اهو. دي افضل حاجة للسوستة. بجيب سوست نظيفة وكمان الجرار ده بيبقى نظيف اوي في الشغل. وبعد كده بقى بعمل ايه؟ انا خلاص كده خلصت السوستة والشكل السوستة، خلصت السوستة وجهزتها تمام. اجي جاية كده بقى على الشنطة من فوق ووسطن الشنطة كده واظبطها، واجي جايبة الجزء ده كده هتني المسافة الواسعة اللي انا سبتها. انا سبت مسافة في الجزء بتاع الكردون ده، سبت مسافة عشان انا عايزة اتني كده. انا هركب كده مش هركب كده، لا هركب كده، هتني كده واجي جاية موسطنة كده في النص اهو. مثلا هنثبت بس كده كشكل، يعني هنثبت بس بايه؟ بدبوس تمام. واجي جايه برضو في الجنب التاني اسحب السوستة، اظبطها، اظبط شكلها، اظبط المقاس بتاعها. طبعا ارجع بالجرار كده شوية، واجي جايه برضو هنا في النص بالظبط واركب برضو خياطة. كل ده هيبقى خياطة يدوي بالخيط والابرة. طبعا انا لو بعمل سوستة ومش عايزه اعمل القفل ده ما اعملهوش عادي، مفيش مشكله. عشان انا بصوا القفل هنا انا كنت مخيطه تحت شويه عشان ما فيش سوستة، فانا برضو عايزه اعمل القفل مع السوستة اعمل ده بمزاجي. انا مثلا لو ما فيش القفل ده خالص اهو، بوسطن السوستة زي ما قلت لكم في النص، وبثبت خياطه من هنا ومن هنا. عايزه اقفلها خياطه كلها من هنا بقفلها كده، هتبقى عامله كده. شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي؟
شكلها حلو خالص. يعني انا عملتها في كذا موديل، يعني الشنطة بتكون عملية اكتر من هي مفتوحة اهو، حتى باينة خالص. فالشنطة مع السوستة بتبقى عملية اكتر، بتداري الحاجة، متبقيش خايفة على حاجتك، الشنطة مش مفتوحة باين كل حاجة. الشنطة اكتر عملية بالسوستة بصراحة. شايفين اهي حتى باينة خالص. وبنخيط، عايزين نقفل السوستة مع دوران الشنطة كله، نقفل، عايزين نقفل من هنا بس، ومن هنا ومن هنا، يعني الجنب ده والجنب ده والنص بس ماشي براحتنا، ونسيب دول مفتوحين. التقفيل حسب راحتكم انتوا، بس هي كل ما هتتقفل كل ما هيبقى شكلها احلى. تمام كده. ده بالنسبة للسوستة. حتى الشكل العام شكله حلو. وبنقفل خياطة يدوي. بعمل ايه؟ بفتح دي كده، وباجي جاية في الجناب اللي انا تنيتها هنا، بدخل بالابرة هنا وبدخل بالابرة هنا واخيط. ومن الحتة التانية برضو من الجنب التاني بفتح السوستة على اخرها، وبخيط الجنبين اللي انا تنيتهم دول هنا وهنا، بخيطهم يدوي. السوستة بتتخيط يدوي في الشنطة. تمام كده. ده بالنسبة للشكل النهائي للسوستة او لخياطة السوستة عموما، ان انتوا سألتوا عليها وانا كان لازم اعملها لكم. تمام كده. يبقى دي شنطتنا ودي السوستة بتاعتنا. تمام. واتمنى لو في اي استفسار اكتبولي في الكومنتات وانا هجاوبكم. شكل الشنطة زي ما قلت لكم بيعتمد اعتماد كلي على رفعة ايديا، وعلى ظبطة ايديا وانا شغالة، بتني هنا بفتح ايدي شوية. فالشكل النهائي بيعتمد اكتر على ظبطة ايديا. تمام كده. فالشكل النهائي للشنطة انتوا اللي بتحددوه من البداية. ممكن تعملوا الشنطة بقاعدة مدورة زي ما قلت لكم، ممكن تعملوها بقاعدة بيضاوي اقل في المقاس، براحتكم. اتمنى تكونوا استفدتوا، ولو في اي استفسار اسألوني وانا ان شاء الله اقدر اجاوبكم.